قصص وحكايات مختلفين في أزمنة وأماكن وشخصيات مختلفة. ممكن تكون سمعتي بحظة منها، ولكن ماشي بالطريقة الصحيحة. أنا هنا اليوم باش نحكيهم ليك ونعطيك أسرار معاهم، غير هو حياتك غتكون في خطر، لأنه ماشي أي واحد خصو يكون عارف هاد الأمور. كيف ما أنا دابا حياتي قربت تسالي بعد ساعات قليلة، ولكن قبل ما تسالي غنحاول نعطيك داكشي كامل اللي عندي، وغنقول لك غير الحقيقة. غير هو حياتك كما قلت لك انت غتولي في خطر كبير. ما تخافش، ما غنخليكش تمل بالزربة وما غنطولش عليك. داكشي علاش لعب معاك لعبة، 13 لعبة، كل وحدة غتكون فيها قصة وحكاية في شكل، وغتوصل فيها سر اللي غيخليك تبغي تعرف اكتر واكتر. اللعبة ديالنا سهلة، 6 الأوراق نحطهم حداك، غنقلبهم وحدة بوحدة وغتشوف شنو فيهم. باش نحكي لك القصة راسك غتربط الأمور وغتفهمني اكتر. ما تمشي فين حيت باقي شلا ما يتقال. وحنا دابا في اللعبة الأولى والقصة الأولى. الورقة الأولى صورة ديال الشيطان عنده 2 قرون وباينة فيه غاضب بزاف. الورقة الثانية ورقة السحر، كيتبان فيها واحد الصخرة مهرسة وخارج منها نور. الورقة الثالثة سحر الهواء، وفيها راجل كيطير في السماء. الورقة الرابعة ورقة القوة المطلقة، وكنشوفو فيها قبضة ديال الراجل صحيح لابس خاتم ذهبي كبير. الورقة الخامسة فيها صورة ديال أصنام مهرسين. أما الورقة السادسة والأخيرة ورقة المطرقة، فيها صورة ديال راجل باينة فيه قوي حداد وهز مطرقة كبيرة. حتى كيما قلت لك الا نسيتي هاد الصور من بعد غتفكرهم وغتربط كلشي. القصة الأولى ديالنا أمير النور يوم خلق النور. ما بين 2000 و 2500 قبل الميلاد، وبالضبط في مدينة بابل قديما اللي هي العراق حاليا. واحد المنطقة جبلية جهة الواد، واحد الراعي كيف ما العادة كيرعى ويسرح الغنم ديالو، حتى الواحد الوقيته كيدخل الوادي يعوم ويرجع بلاصتو عاوتاني يكمل يرعى الغنم ديالو. مولف كيحط صويك حدا شجيرة باش كيسالي من العومان، كيخرج وكيلبس حويجاتو ويكمل مع الغنيمات ديالو. داك النهار شي فراخ جاو برصدوه، كيجيو ليه الصويك كينقبو من داك الشي اللي كيتقوت بيه وكيهربوا. داروها مرة وجوج وثلاثة حتى قرر يسرح الغنيمات ديالو ويتبع داك السرب ديال الحمام في طريقه. بقى غادي حتى الواحد لو لقيته هو يوقف، تعجب من المنظر اللي كيشوف. منظر ماشي ديال الفراخ، ديال بنية صغيرة زوينة بزاف عندها 7 سنين، أول مرة كيشوف بحال داك الزين في بابل. داشر وبقى كيدوي معاها، عرفها باللي تا هي ما عندها والدين. قرر يسميها محبوبات الطيور، وباللغة البابلية قديما ساميراميس. في نفس البلاصة وفي نفس المدة والوقيتة كان واحد الحفل، حفل كبير بزاف. الفرحة فيه كتبان على الدراري الصغار العيالات والكبار. كان قريب للقصر بزاف، لا من خارج الأسوار ديالو ولا من الداخل. هاد الفرحة كان أكد ليكم في بابل باللي ما كتكونش دايما، إلا في حالة وحدة، هي إلا الملك والملكة ولدو، وبالضبط إلا كان ولدو ماشي بنت. طبيعة الحال هادشي اللي كان ولد الملك والملكة كيدورو به الحاشية ديالو كيوريوه للشعب، كلشي فرحان وكلشي داير به كيزغرت. وشكون اللي ما يفرحش بحال هاد المولود اللي غيحكم من بعد دولة بحال بابل. ولكن بغيتك دابا تشوف بعينيا ماشي بعينين دوك الاشخاص اللي تما، حيت غيبان لك منظر في شكل شياطين دايرين بداك الدري الصغير وكيشطحوا. الصفة ديالهم كتخلع، كاين اللي فيهم صيف تحية وكاين اللي فيهم صيف توحش، كيدوروا به 10، كلشي كيشطحوا فرحان، حتى عيني كيوليو حمر في ديك اللحظة. هادشي كنشوفو غير انا وياك، ما كيشوفوش دوك الناس كاملين اللي حاضرين تما وفرحانين. غنزيدو شويه للقدام فين ساميراميس كبرات مع داك الراعي. واحد الوقيته قرر باش يبيعها في سوق نينوى. هاد السوق هذا اللي كيبيعوا فيه البنات صغارات، كاين اللي كياخذهم يربيهم،
وكاين اللي كيكبرهم في القصر حتى كيوليو جاريات ديال الملك، وكاين اللي كتولي خدامة أو كتزوج، كل وحدة والزهر ديالها. الراعي ما فكرش جوج مرات، مشى للسوق. بطبيعة الحال لقى واحد الشخص من الناس الكبار في البلاط ديال القصر، شاف ساميراميس وقرر يربيها، ولكن شاف فيها بعين أنها تكون بنته ماشي بشي فكرة أخرى. هنايا غتبدل حياة ساميراميس. دابا نديكم في واحد الحدث، شوفوا معايا مزيان وركزوا، حيت كيبان بحال شي حفلة ديال الموجود ماشي عرس. البنات والعيالات فرحانين، كاينه اللي عريانه واللي نص عريانه، اللي سكرانه واللي كتشطح، وكاين اختلاط تما بزاف. غير هاد الشي كامل مقابل معاهم واحد الكرسي، واحد الشاب بعضلات زوين باينه فيه ذكي ومن الناس ديال الشان. كلشي كيدور به، البنات باغيين يميلوا عنده والرجال باغيين يتعرفوا عليه، باينه غيكون عنده شي سلطه. هذا هو ولد الملك والملكة اللي كانت تولد قبل، من بعد ما دازت 100 عام. علاش تخلعتي؟ 100 عام كيف والو؟ في ديك الوقيته كان الانسان كيقدر يوصل حتى 3000 سنه، ف100 عام كيبان بحال شي شاب في اوج العطاء ديالو. هذا هو إيزاك اللي تزاد من باهم وملك وملكة، وهو اللي غيحكم بابيل مستقبلا. في واحد اللحظة من اللحظات كيدخل واحد الشخص طويل شوية، لابس واحد الرداء أسود مقطع عليه، باينه فيه غير متشرد. ستة زغبات هابطين ليه من الراس ديالو اللي قرع، حالته ديال المتشرد، ولكن الصفة ديالو ماشي طبيعية الصراحة. وقف بحال هكا وكلشي كيشوف فيه، هو يقول واحد الكلام اللي صعيب تقولو حتى الانسان العادي، فما ادراك تقولو الامير ديال المملكه بحال بابيل. وقف كيشوف فيه وبقى كيضحك، قال لي هذا هو ايزاك اللي غيحكم بابيل مستقبلا، هذا هو المخنث اللي دايرين به الكلاب صحاب المصلحه. انت ما غتستاهلش وما عمرك ما غتكون امير ولا ملك. ديك اللحظه ما قدرش يتحكم في راسو ايزاك، ناض في لحظه وحده هو يطعنو بالسيف ديالو. طاح العجوز بواحد الطريقة وكامل دمعيات. الحفلة سالات، وعيط على الحراس ديالو قال ليهم لوحوا هاد الحوتال على برا وما يعاودش يدخل عندي شي واحد بحال هكا. دازت الوقت ومشى بحالو للقصر وهو غضبان، باقي ما بغاش يستوعب كيفاش واحد بحال هذاك متشرد يزعم ويقول داك الكلام. واحد الوقيته وهو في القصر ديالو كيسمع واحد الصوت ونفس الهضرة ونفس الكلام كيتعاود، كيدور وكيلقى نفس الشخص واقف حداه. دابا في حدث آخر اللي كان فيه مستشار الملك جاي من مدينة أخرى. السلطة والناس ديالها معروفين فاش كيحضروا لشي بلاصة كتكون الحماية والفرحة من الشعب كامل. في ديك اللحظة اللي فيها البروتوكول هو الاحترام، كان سمعوا واحد الصوت ديال العود جاي بسرعة كبيرة، اللي راكبو فارس ملتم وماشي لي فارس وإنما ساميراميس تحيد التام ديالها. في ديك اللحظة مستشار الملك ما غيعرف شنو يقول، ما بين البروتوكول اللي خسراته ساميراميس والغضب، وما بين الحب اللي جاه في ديك اللحظة والتانية. فساميراميس الجمال ديالها كان فتاك، وبالضبط المستشار ديالنا ما قدرش يقاوم. قال لها شنو هاد الخدمة اللي درتي؟ دخل باها اللي مربيها. قال ليه ساميراميس هي المروضة الخيول، معروفة بزاف بالشغب، ولكن خاصها تعتذر منك، سمح ليها حيت هي باقا صغيرة شوية. في ديك الوقيته بالضبط قال لهم كلمة واحدة اللي كان كلشي كيتسنى انه يعاقبها. قال لي ممكن انك تزوجها ليا ونسمح ليها، وغتكون هي الزوجة الاولى ديالي ماشي وحدة من الخدم. ساميراميس هي فرحاته بطات راسها وقالت لباها اللي قلتيه انا قابلة به. نرجعو دابا للقصر فين كان ايزاك دار مخلوع وكيشوف داك العجوز. رجع عنده للقصر،
قال لي كيفاش انا قتلتك والحراس خرجوك بيديهم، خرجوك مقتول كامل دمايات، كيفاش جيتي لهنا وشكون انت ولا عندك شي اخوك توام. ديك اللحظه بقى كيضحك داك الشارف بزاف وحيد دوك الشعيرات اللي هابطين ليه على وجهه، الوجع ديالو باقي كيخلع، تاع الابتسامه ديالو فيها الشر كيبان. وبنفس الهضره اللي كتكرر كل مره جبد تاني السيف ديالو وطعنو المره الاولى طاح في الارض، زادو الطعنه الثانيه حتى كيتفاجئ كيشوف النساخ خرجوا منه بزاف، 3 النساخ من العجوز، واحد كيطير من فوق وجوج في جنابو كيضحكوا، كيزيد يطعن بداك الغضب والنساخ كيزيدو يكتروا، شي كيطير في الهواء وشي كيدور وشي كيضحك. صافي هنا الامير ايزاك دخلوا الرعب وما بقاش كيفهم شنو واقع، هو كيزيد يطعن وداكشي كيزيد حتى ناض عنده العجوز ودفعو واحد الدفعه، قال ليه تهدن انا اللي معاك لوسيفر. في ديك اللحظه الامير ايزاك ما عرف شنو يقول، شكون لوسيفر؟ كيفاش هاد القوه عندك؟ واش انت شي ساحر من شي منطقه اخرى؟ قال لي انا لوسيفر ابليس وجيت اختاريتك انت ايزاك باش تكون اقوى واحد في هاد العالم، عمر داز شي واحد قبل منك وعمر ما يدوش شي واحد من بعدك، القوه اللي غنعطيك غتخليك تعيش بزاف وتخليك تحكم العالم كامل، غير تيق فيا. قال هاد 2 كلمات وخرج من القصر، ما بقى كيبان ليه الاثار وحتى نسخه منه ما بقات. امير ايزاك بقى دايما كيفكر في هاد الشيء اللي وقع، حتى لغد لي باش غيمشي لواحد الجبل غيطلع للقمه ديالو، بقى غادي وكيغوت لوسيفر فينك امير النور، بان لوسيفر. واحد الوقيته كيسمع الصوت ديال الاقدام جايين، فاش كيتلفت من وراه كيبان ليه عدد من الاطفال الصغار او لا قصار القامه مغطيين ومدرقين بقميص كحل، كاملين داروا به، داروا عليه دائره كيشطحوا كيغنيو وكيدوروا، كيقول لهم فينا هو لوسيفر، وبقاو غاديين وكيدوروا عليه حتى شكلوا 2 الفروق، واحد على اليمين واحد على اليسار باش يدوز من وسطهم ويلقى الطريق فين غيمشي. وصل لواحد المغاره، لقى الباب ديالها كبير ومفتوح، دخل ليه في الظلام ديال المغاره اللي كيخلع. امير باقي شاد فراسو وتاق فراسو، القوه اللي عنده ديال انه امير كتخليهش يستسلم بالزربه، خصوصا انه يخاف من واحد من السحاره، هو ما كانش عارف شكون هو لوسيفر. ديك الوقيته اللي غيدخل كيبان ليه واحد الكرسي جالس عليه انسان مختلف على العجوز اللي جا عنده، نفس الصفات اللي كتخلع، ولكن هاد المره باينه في يديه ضفارو طوال بزاف، وحتى من رجليه مازال ما كيبانوش، ومن عظام كتافو ماشي انسان. الطولة اللي عنده والجلسه والضحكه ماشي هي هاديك. بدا الرعب كيدخل القلب ديال ايزاك، ولكن باقي متشبت في الهضره. قال لي انا جيت عندك برجلي، قال لي لوسيفر خاصك تدوز مرحله وحده، تجربه وحده، الا صدقات ونجحتي فيها غتاخد سر الماجي. بقى كيقول لي ايزاك شنو هو هاد الماجي وكيفاش هاد السر؟ الماجي هنايا كيعني بها السحر، جات من لا ماجي. فديك الوقيته ما فهمش ايزاك مزيان، قال ليه القوه اللي غتاخد بين يديك غتخليك توصل وتحقق اي حاجه كنتي كتمنى. قال لي انا مالك شنو غنتمنى اكثر؟ قال لي باقي الاعداء جايين من بعد، وباقي فاش تولي مالك تعرف مشاكل كتار من اي انسان عادي، ما تخافش تبع طريقي. هنا في هذه اللحظه ايزاك غيقرر باش يتواجه مع لوسيفر ويقول ليه ماشي مشكل، تا انا قبلت العرض ديالك. ديك اللحظه غيبين على وجهه الحقيقي، وجه ابليس لوسيفر اللي ما عمر شي انسان قبل من ايزاك غيشوف داك الوجه. قال ليه هاد اللحظه الا سديتي عينيك ولا رمشتيها بالخوف وقلبك تزعزع غير شويه غتموت في هاد اللحظه وما غيبقى بيناتنا والو، ولكن الا صبرتي ونجحتي غتولي اقوى شخص كيما قلت لك. بالفعل ايزاك في ديك اللحظه غيوصل النتيجه اللي كان باغي وغيصبر واخا كانت صعيبه بزاف. هذيك اللحظه هي الولاده الحقيقيه ديال النمرود. النمرود على من كنت كنحكي اللي كان سميتو في البابليه ايزاك. لكن علاش قلت لكم الولاده الحقيقيه؟ لانه من قبل كنا كنعرفوا ايزاك، دابا غنعرفوا النمرود الحقيقي وكيفاش تجبر وطغى في هذه الكره الارضيه.
وأول حاجة دارها لوسيفر هي طمعه بالحكم، وقال ليه ضروري خاصك تقتل باك الملك باش انت تولى الكرسي ديال المملكة. وداك الشيء اللي كان وقع بالمساعدة ديالو. النمرود تجبر في الحكم ديالو بزاف وظلم ناس كتار، وحتى من السياسة الخارجية ديالو كان كيحكمها بطريقة قوية. حكم 7 ديال الممالك دايرين ببابيل، هادشي اللي خلاه يولي طاغية بشكل كبير. واحد النهار من الأيام كان عيط على المستشار ديالو وعلى كاع الناس اللي كيتكلفوا بالحروب. حضروا كاملين في المجلس، واخا حتى واحد الرأي ديالو ما كيهم كتر من نمرود، ولكن الحضور ديالهم كان مهم. ديك اللحظة غتدخل ساميراميس مع الزوج ديالها اللي هو المستشار ديال النمرود. في ديك الحالة غيوقع واحد الكيمياء بيناتهم، العينين ديالهم ما غيبغيوش يحيدوهم من بعضياتهم، الكل غتخلقوا بجوج لبعضياتهم. هادشي خلى مستشار الملك يشوف بطريقة ما عجباتوش بزاف. حتى لحظة كنسمعوا واحد الصوت ديال واحد الجسم كيرتطم بالأرض، طاح من مسافة بعيدة من الفوق. داك هو المستشار. وحتى من ساميراميس مالت بزاف للنمرود، ولقات باللي غتشبع من الطاقة السلبية ديالو. عاشوا بجوج في مرحلة طويلة. ديك الوقيتة هي اللي طلع فيها أكبر برج تبنى في تاريخ بابل وفي تاريخ الحضارات القديمة. واحد الليلة من الليالي كيحلم فيها النمرود، كيشوف راسو راكب فوق العود بحال شي فارس قوي، ولكن فاش كيهز راسو للسماء كيبان ليه فارس كبار منه وجاي عنده. واحد اللحظة كيولي على شكل قمر، واحد اللحظة كيولي على شكل شمس، كل مرة كتبدل. واحد الوقيته جاي عنده بواحد الصورة. في ديك اللحظة فاش غيفيق وهو مفزوع بزاف، غيقرر باش يعيط على المنجمين ومفسرين الأحلام، غيصفهم كاملين حداه وغيعاود ليهم الحلمة ديالو من الأول للآخر. ولكن بالخوف ديالهم كان صعيب يقولوا ليه الحقيقة. من بعد ما فسروا ليه الحلم ديالو قالوا ليه في هاد الأيام غيتزاد واحد الطفل، واللي من بعد يقدر يتولى الحكم بلاصتك او لا غيواجهك بشكل كبير ويقدر يفوز عليك كاع. هاد الهضره اللي سمع النمرود ما عجباتوش كاع في مره، وقرر انه يقتل اي واحد كيتزاد في ديك الفتره كامله، بنت ولا دري ما كانش كيعقل على حتى واحد. ديك الفتره هي اللي غيتزاد فيها نبي الله ابراهيم عليه السلام، وبفضل الله عز وجل غيقدر انه متخبيه وما يتعرفش. حتى لواحد النهار غيكبر سيدنا ابراهيم. النمرود باقي كيتزاد في السنوات، شحال ما كبر شحال ما زاد الطغيان ديالو مع الوقت. غيبدا سيدنا ابراهيم يحاول يوصل الرساله ديال التوحيد الله عز وجل. هذيك الوقيته حتى الاب ديال سيدنا ابراهيم كان من الناس اللي كيصنعوا الاصنام، وما كانش كيبغي يسمع للرساله د ولده. حتى لواحد النهار كل شيء غيكون خارج من المعبد، غيهرس داك الاصنام، وفاش غيجيو الكهنه والمشعوذين والناس اللي كيعبدوا داك الشيء غيعرفوا باللي سيدنا ابراهيم اللي دارها. فاش غيسولوه غيقول لهم بما انكم كتعبدوه سولوه هو يقول لكم، وبما انه اله علاش ما حماش على راسو حتى من انسان ضعيف بحالي. النمرود في ديك الفتره كان كيمنع العباده شي حاجه من غير الاصنام او لا الشمس والقمر. كان كيقول لهم الشمس كتمثل في الصوره ديالو، والقمر كتمثل في الصوره د الزوجه ديالو ساميراميس. من بعد ما سمع الخبر النمرود وهو طالع عليه الدم بزاف، غيامر الجنود ديالو باش يجيبوا نبي الله ابراهيم ويوقف حداه باش يعرضوا للمحاكمه والمساءله. في ديك اللحظه فاش غيقول ليه النمرود من هو الاله ديالك اللي كتعبد، غيقول ليه سيدنا ابراهيم هو الذي يحيي ويميت. يقول ليه النمرود بتعجب حتى انا قادر نحيي ونقتل، دابا نعيط على جوج، واحد نقتل وواحد نسمح ليه يبقى حي. عاود قال لي سيدنا ابراهيم الله اللي كان عبد هو اللي خلى الشمس تشرق من المشرق ديالها وتغرب من المغرب ديالها، واش انت عندك القدره دير العكس؟ في هذه اللحظه غيغضب بزاف النمرود وغيامر باش انهم يقتلوا سيدنا ابراهيم وبأبشع طريقه وحشيه. ثم غيقرروا باش يديروا اكبر نار عرفتها تاريخ البشريه، مساحه كبيره نقدروا نقولوا كتمتد المدن،
عمروها أيام وأيام بالحطب وشعلوا فيها أكبر عافية، ووجدوا منجنيق كبير يقدر يحمل أكبر تقل باش يشد سيدنا إبراهيم ويصيفطوا على ديك المساحة باش توصل للنار وتشعل فيه. حضور حضروا داك النهار الموعود وكل شي واجد. في اللحظة اللي طاح سيدنا إبراهيم وسط النار، ما بين الفرحة ديال المشركين والطغاة وما بين البكا ديال الناس اللي كانوا متبعينه في الرسالة ديالو، كيتسنى كل شي حتى لواحد الوقيته غيخرج سيدنا إبراهيم من وسط ديك النار كاملة، والنار كانت عليه بردا وسلامة. هذيك الوقيته وديك الظرفية بالضبط خلات النمرود يعرف ويفهم ويشوف الحقيقة ديال القوة بصح. تما عرف بلي هذيك معجزة وما يمكنش تكون غير سحر. ما قدرش يزيد كتر، مشى توجه نيشان للجبل اللي كان كيتواصل فيه مع لوسيفر. في ديك اللحظة الغضب دخل عنده، بقى كيغوت وتيتحاور معاه بواحد الطريقة اللي ولا حس براسو القوة ديالو كتر من لوسيفر. بقى كيضحك وقال ليه لوسيفر تما ما تنساش بلي انت غير خدام عندي، وانا اللي مديتك بالحيال والافكار والقوة اللي كتكسب، فما تحاولش تواجه معايا حيت الخسارة غتكون ديالك. ما بغات تسرط لهاد نمرود كيفاش القوة سيدنا إبراهيم إنسان فقير وعادي ما مالك ما والو، وعنده ديك القوة كاملة بين يديه. صراحة المواجهة اللي قرر يديرها النمرود مع إبليس كانت هي أول بدايات الخسارة ديالو، وداكشي اللي وقع من بعد ما رجع للقصر ديالو ودخل البيت، وساميراميس كتسناه وكتشوف وجهه الغضب وخا هي كتغدى على ديك الطاقة السلبية اللي كاينة عنده. في لحظة كيطيح وكيتعوجوا ليه عظامو كاملين وكتغير الصفة ديالو كيبان فيها الآلام. في ديك اللحظة غيخرجوا ليه جوج ديال التعابين من الكتاف ديالو كحل كبار كيحاولوا يدوروا ليه بالعنق ديالو. تما غتوصلوا رسالة من لوسيفر غيقول ليه فيها عندك دابا حل واحد من جوج، اما كل نهار غتغدي دوك التعابين اللي ناضوا ليك في كتافك بجوج ديال الاطفال بالضبط بريوسهم، واما غياكلوك انت. هادشي خلى النمرود يزيد يتجبر اكتر ويقتل دراري صغار اكتر. بعد فترة قصيرة الناس بزاف تبعات سيدنا إبراهيم، وخصوصا فاش شافوا ديك المعجزة كاملة، وحتى الناس الخوف اللي كان عندهم ما بقاش، حيت شافوا داك الشي كامل اللي كيشوفوا حدا عينيهم، كيفاش وليداتهم الصغار يوميا كيتذبحوا، كيفاش العيالات ديالهم ديما مكرفصين. الخوف ما بقاش عندهم ولا ضرة، حتى تجمعوا الفقراء واحد النهار تحت الراية سيدنا إبراهيم وقرروا باش يواجهوا الجيش الأقوى، جيش بابل تحت قيادة النمرود. في داك النهار اللي غيتلاقاو فيه جوج الجيوش كتبان فيه كفات الميزان ماشي متوازية ما بين أقوى جيش وما بين جيش المساكين. ديك اللحظة كلشي كيضحك من الجيش ديال النمرود وفرحان كيشوف المواجهة محسومة بالنسبة ليه. ولكن تا حاجة ما صعيبة عند سيدي ربي، غيشوف واحد العدد كبير ومهول ديال الحشرات، جيش من الحشرات هابط من السماء جاي وقاصد بالضبط الجيش ديال النمرود وماشي جيش المساكين. وداكشي اللي كان هجم عليهم داك الجيش ديال الحشرات بطريقة ما كتصورهاش على البال، كلا اللحوم والجلود ديالهم وما خلاش فيهم حتى حاجة. قدر يهرب النمرود وساميراميس في جوج الخيول بعضياتهم، ولكن في لحظات كتجي بخوشة وكتخليه من النيف ديالو، كتخليه يفقد التوازن وكيطيح من الخيل ديالو. ولكن عتقاتو ساميراميس وهربات عاوتاني. فاش وصل للقصر ديالو وصل في واحد الحالة هستيرية، كيسمع صوت ديال البخوشة كدور ليه في الراس، كيطلب من ساميراميس والعسكر اللي معاه باش يضربوه بالنعال. كيضرب راسو مع الحيط غير باش يتهدن من ديك الأزمة، والحنوشة اللي دايرين بيه كيقجوه في العنق ديالو. ما بقاش عارف شنو يدير، حتى من العسكر كامل خوا بيه، اللي مات مع دوك الحشرات واللي هرب. بقاو جوج حراس ولا ثلاثة قدام القصر، غيجي جيش المساكين وغيدور بداك القصر باش يهجم عليه. هنايا فقد الامال وعرف راسو باللي دخل في حرب خاسرة مع لوسيفر، وباللي طريقه من الاول ما كانتش مربحة. فين هو النمرود اللي كان من الطغاة ولا دابا كيطلب الناس يضربوه في الراس ديالو غير باش يبراو يتهدن. وداك الشي اللي كان دخل جيش المساكين للقصر وخطفوه، داو فوق واحد الجبل وعلقوه تما وقالوا لي حنا ما غنقتلوكش وغنخليو السيئات والذنوب ديالك هي اللي تقتلك. كانوا كيقصدوا ليه هنا جوج حنوشة اللي عنده في الكتف ديالو،
داكشي اللي وقع هشموا ليه الراس وكلاوه حتى ما بقاش كيبان، وحتى من الغراب ما قدراتش تكمل الجثة ديالو اللي بقات بكثرة الدم الفاسد اللي فيه. هنا كتكون سالات وحدة من القصص ديال التجبر والظلم والطغيان اللي وقعت في العالم في التاريخ. من أقوى القصص ديال النمرود، من أقوى الشخصيات، الطريقة اللي خليتك توصل بيها وتفهم بيها بعض الأسرار ما عمر شي حد ما غيقولهم ليك. هاد الأسرار هادو هما علاش قلت لك غيتبعوك وغيحاولوا يقتلوك، لأنهم مخبيينهم في التراث ومخبيينهم في التاريخ والكتوبة اللي باغين باش يعرفوهم غير ولادهم. وانت دابا وليتي كتتبع وكتعمر روحك وقلبك وعقلك. وبغيت نزيدك فكرة أخرى وسر آخر وثيق بيا. ساميراميس بقات في الحضارات كتوارث من جيل لجيل وكيكتبوا عليها، وحتى فاش تأسست دولة أمريكا الحديثة فراه خداو من عندها العبرة وهي اللي داروها في تمثال الحرية. هنا كتكون سالات اللعبة والقصة والسر الأول. غنتمنى أنك ما تخرج، لأنه السوايع اللي بقاو ليا كيما قلت لك قلال، وغنحكي لك كل شيء. ما عندك فين تمشي، أنا عارفك دابا قدرتي تفهمني علاش كنت كندوي. القصة الثانية غتكون مثيرة أكتر وأكتر. شحال ما حنا كنتعمقو كنقربو من الموت، شحال ما الإثارة كتزاد. القصة الثانية من رواية أنتيخريستوس. من بعد ما عرفتو معايا السر الأول وقربتو من الموت كتر وكتر، غندخلو اللعبة الثانية والقصة الثانية باش تعرفوا الأسرار اللي باقية. كيف ما قلت لك دخلتي معايا لهاد المتاهة وهما غيقتلوك كيف ما غيقتلوني. ما تمشي فين وخليك معايا في الحكاية وتعلم اكتر. القصة الثانية ديال اهبطي يا إنانا، هاروت وماروت. كيما موالفين في البداية تقولها لعبة كنست في حداك 6 ديال الكارطات، كنقلب وحدة بوحدة وكنقول لك شنو كنشوفو فيهم باش من بعد نربطوا الأحداث ديال القصة مع الصور كاملين وغتعرف أسرار آخرين. طبيعة الحال كيف ما قلت لك في الأول، شحال ما قربتي الأسرار بزاف وعرفتي كتر شحال ما الموت قريبة ليك. فهاد الطرحة أغلبية ديال الأوراق ما باينينش وما واضحينش بزاف، ولكن جوج وراق فيهم رؤوس شياطين وجماجم كيتحرقوا، وورقة أخرى كتبان لينا واضحة هنايا فيها ساحرة شابة وباقا زوينة. ما تخافش، فاش غندخلوا القصة وتكتشف الأسرار تقدر تربط الأحداث والصور بعضياتها. في واحد المشهد كنشوفه غير أنا وياك دابا، مشهد شهواني فيه بنت زوينة، وجه جذاب وشعر طويل، قريب ليها وجه ديال راجل كيدوي معاها في ودنيها، كيضحك ويتهامس معاها، كيقرب ليها بزاف بلطف، باين أنهم بيناتهم شي حاجة قديمة فيها الحب والعشق والغرام. كيقرب ليها بديك اللطف ديالو حتى كيبوسها في الفم ديالها. فاش كنهبطو شوية منظر غريب. شنو هاد الشي؟ فين هو الجسد ديال هاد المرأة؟ الجسد مزوط بوحدو والراس بوحدو. شنو كيدير هاد الشخص؟ كيبوس في الراس ديال الجثة بوحدها والدمايات. شنو هاد الشي واقع؟ واش هذا كائن بشري ولا شنو؟ كيفاش وصل لهاد الدرجة؟ هاد الشي خلعني بزاف انا وياك. منظر واحد شفناه القلب ديالنا تهز من جهته. مرحبا بك مرة أخرى في بابل قديما واللي عرفنا فيها السحر والشعوذة. هاد المرة مع ساحر سميتو هازارد، هو اللي داير هاد المشهد هذا كامل، باغي يستحضر أرواح، وبالضبط روح ديال وحدة سميتها الزهرة. أنا وياك دابا كنشوفو كيفاش في لحظة شدها من الشعر داك الراس ودفع الجثة برجليه وشد الراس كيرسم به واحد الدائرة في وسط البيت ديالو، كيرسم به يعني الدم اللي كيسيل من العنق ديالها، وكيرسم نجمة سداسية بالضبط، مثلات وسط مثلات. حتى لواحد الشوية فهداك المنظر العافية كتخرج من دوك الدوائر والمثلاتات. الجو غادي وكيخلع اكتر وكتر، ولكن كيبان هازار متمكن من هادشي اللي كيدير وما عندوش حس الخوف ولا الرحمة. حتى لواحد شوية كيبانو حنوشة في الجناب ديالو وشي أرواح كتدور بيه وكتغني، حتى من الوجه اللي كان كيهضر معاه ويبوسو قبيلة ولا كيتحرك الملامح ديالو.
واش هذا تحضير الأرواح؟ لا، بغيت نقول لك سر آخر. أنا اللي كنحكي لك هاد الشي ساحر، وداك الشي علاش ما بغاوش هاد الأسرار توصلك وقلت لك كتقرب من الموت درجة بدرجة. احنا السحارة غير الشياطين كيمثلوا لينا شي حوايج في عينينا، وداك الشي كنحاولوا نصيفطوه عاوتاني للناس كيتمثل ليهم في عينيهم داك الخيال. اما الواقع حتى حاجه ما كتغير، لانه كاين فرق ما بين السحر والمعجزات. باش ما نطولش عليك بزاف ويجيك الملل فهاد اللحظه هادي اللي صعيبه، خاصك غير تصبر معايا وتتحكم في راسك، حيت الملامح ديال الوجه بدات كتحرك بحال الروح اللي بدات كترجع. كيف ما قلت لك غير الشياطين هي اللي كتمثل داك الشيء. شنو الهدف ديال هازار من هاد التصرف اللي كيدير؟ شكون بعدا هي هاد الشخص وعلاش باغي يحضر الروح ديالها؟ كيف قلت لكم قبل، هاد الشخص كيقولوا ليها الزهرة، وفي بابيل مسميينها بإنانا. فاش حضرات وتمثلات في الجثة ديالها كترت ما انها زوينة والجمال ديالها فتاك، الى انه كانت غاضبة بزاف وبقات كتهدد في هازار. كيفاش نتوما السحارة قتلتوني وخرجتوا لي على حياتي وباقين كتستحضروني؟ واش ما كتخافش على روحك؟ هازارد حاس براسو قوي وما كيخافش. قال ليها باش نخلي الروح ديالك تحرر مرة اخرى وترجع فين كانت، خاصك ضروري تحكي لي القصة من الاول للاخر. اش من قصة كيقصد هنايا؟ انا غنحكي لكم من الاول باش نتوما تفهموا كيفاش غادية. ديك الفترة في بابيل كانت معروفة بزاف في السحر بواحد الدرجة ما كتصورهاش على البال. والساحر هازار كان كيتسمى بناكرو ماستر، من اقوى واعتى السحرة في بابيل في ديك الفترة بالضبط. اما الزهرة كانت ملقبة كذلك بفينوس. كانوا كيتحداو السحرة ديالهم بعضياتهم. في ديك الفترة كان السحر شي حاجة عادية، كانوا عايشين السحرة كأنهم ملوك وقراب لرجال السلطة بزاف. كانت زوينة بزاف لدرجة انه ما خلات رؤساء، ما خلات ناس كبار، ما خلات ناس صغار. الجمال ديالها فتاك بزاف، فاتينا لواحد الدرجة اللي شافها كيتحرك الشهوة ديالو، كيبغي يدوي معاها ويقرب ليها. وهاد النقطة بالضبط استغلتها بزاف الامور للصالح ديالها. ولكن باقي القصة طويلة وغتعرفوا بزاف د الحوايج. نرجعوا دابا للمشهد ديالنا، فين إنانا او فينوس كانت كدوي مع هازار. حتى هو عجباتو، بقى كيطلب كيقول ليها خاصني نعرف الاسرار اللي عرفتي قبل ما تموتي. قالت لي دوك الاسرار هما سبابي وغيكونوا حتى سبابك. قال ليها انت ما كتعرفيش باللي انا هو هازار، من اعتى السحارة في بابيل حاليا، غير دوي وما تخافيش. قالت لي غنبداو نحكي لك القصة والاسرار اللي انت باغي تعرفهم، واللي حتى انا وياك دابا شويه غنعرفوهم. بدات الهضره ديالها وقالت ليه وجد راسك. في واحد الفترة من الفترات بانوا واحد الجوج ديال الاشخاص، ما عرفناهم اشخاص ولا شياطين ولا ملائكة، دخلوا لبابيل، جمعوا ناس بزاف وقالوا ليهم نعلموكم السحر. ولكن راه اللي تعلم السحر راه كيكفر، والنهاية ديالو ما غتبشرش بالخير. ومع ذلك الطمع ديال الانسان وكيقلب على القوة والمظاهر، فحاول دائما يشوف الطريق الصعيبة، واختاروا الناس طريق السحر باش يبانوا وباش يكونوا قويين. الحكام ديال اوروك ما بغاوش يتقبلوا الفكرة، وبغاو يعرفوا كيفاش تكون هاد الجوج، منين جاو وعلاش، وشنو ديك الطاقة والقوة كاملة اللي عندهم. بغيت نقول لك على واحد المعلومة قبل ما نكمل. السحر حاليا في هاد الوقت اللي كان حنا فيه كندويو فيه، كان فقط السحر اللي بان ما بين لوسيفر والنمرود، واللي كان سحر غير طاقة فقط. اما السحر الاسود اللي غنعرفه اليوم فهو شي حاجة اللي غتخلي من بعد اثار كبير في العالم كله لحد الساعة، لحد اللحظة اللي كتسمعني فيها. قالت لي فينيس عرضوا عليا الناس الكبار والحكماء ديال اوروك باش انني نمشي لبابيل، نتعرف على جوج ديال الاشخاص، نتقرب منهم باي حيلة ولا اخرى، نعرف الاسرار ديالهم. وهذا الشيء خلاني انني نديرو انا فرحانة، حيت مولفة بحال هذا الشيء، واخا بعيدة على السحر بزاف، ولكن الذهب والفلوس شي حاجة اللي كتطمع اكتر. وداك الشيء اللي دارت فينيس ورحلات من اوروك لبابيل، مشات وكتقلب على فين غتلاقى هاد جوج الناس
اللي سولاتو كيقول ليها غتمشي للجبل ويفلاني في البلاصه ويفلاني، وفي هذا الوقت بالضبط غتلقاي واحد المغاره، ومن بعد حنا ما عارفين شنو كيوقع، غير هو راه اللي دخل اما كيخرج في نفس الوقت واما كيجلس لمده عام عاد كيخرج، وفاش كيخرج كيكون عنده واحد القوه اللي ما كيقدر حتى واحد يقرب ليه، وكيكون من السحرة الكبار ديال بابل. هاد المعلومات اللي وصلت ليهم فينيس خلاوها تستعن بواحد الراعي فقير ما عندوش. فاش شاف داك الجمال ديالها ما قدرش يصبر، قالت ليه دينا للجبل والمنطقه ويفلاني. بقى غير حال فمو وداها بلا ما يتكلم. فاش وصلوا قالت ليه تسناني هنا الا ما خرجتش غاسير بحالك، اما الا خرجت انت اللي غترجعني. قال ليها انا نتسناك العمر كامل، من بعد ما شفت هاد الزين ما كاينش شي مرة اخرى غتبان ليا في هاد بابل. وكان عنده الصح، حيت الجمال ديال فينيس ما كانش شي حاجه طبيعيه. ما علينا. دخلات فينيس لديك المغاره، لقات بزاف ديال الناس كيتسناو في طابور طويل، كلشي باغي يعرف كلشي باغي يتعلم. في ديك اللحظه كتهز راسها وكيبانوا ليها جوج ديال الاشخاص، جوج ديال الرجال. الزين ديالهم فين يبان الجمال اللي تلفات به بزاف ديال الناس، هي هنايا ولات تالفه اكثر منهم. بقات غير كتشوفو ما فهماتش واش داك الجمال رباني ولا كيفاش. ديك اللحظه عرفات بانه المهمه ديالها ولات صعيبه اكثر واكثر، لانه باش تستغل النقطه ديال الزين ديالها ولات صعيبه، ولات هي اللي تقدر ولكن وقفات باش تكمل المهمه ديالها. دوك الجوج كيجيبوا الشخص حداهم، كيقولوا ليه يتفل فوق واحد الواد، وكيشوفوا اللون ديال داك الوادي لا ولا احمر فهو كان كيتعلم السحر من قبل، اما لا بقى في اللون الطبيعي ديالو فهداك هو الشخص اللي باغيين. ولكن كينصحوه قبلو كيقولوا ليه هاد الطريق راه ما ضره، ما هي الا مجرد شك وغترجع لك غير بالشر. ولكن النفوس ديال بني ادم كانت ضعيفه، كيوافقوا كيقبلوا واخا عارفين هاد الحقيقه. من بعد فينيس اجتازت الاختبار بسهوله لانه كانت بعيده بزاف على هاد الشيء. دخلت مع دوك الناس اللي تقبلوا، وغدوز عام بلا ما تخرج من ديك المغاره. ولكن فاش كتقبل ما كيبقاش يبان ليك فقط مغاره، كتولي بحال عايش وسط واحد المدينه خياليه. كتولي كتشوف الشلالات والماكله حداك بالانواع ديالها، وكيقريوك شي طرق وشي معلومات واسرار كيفاش السحر داير وكيفاش خدام. هادوك الاسرار اعتى الساحره في ديك الوقيته ما كانوش كيعرفوها. بدات فينيس كتعلم شوي شوي وكتطور من المهارات ديالها في المجال السحر. واحد النهار قررت باش انه تبدا بالخطوه الاولى ديالها في المخطط اللي عطاوها، انها تحاول تقرب من دوك جوج ديال الاشخاص باي طريقه، تغريهم بالزين ديالها ولا اللي كان، المهم تعرف كيفاش منين وعلاش جاو. هاد الشي خلاها واحد الليله من الليالي من بعد مده طولاتها فكرت انها تلبس لباس مغري. لبسات غير النص ديال الجسم ديالها بواحد ليزار، ومشات بالنص الاخر باش تحاول تاتيري. فاش وصلت للمكان اللي كينعسوا فيه بجوج، حسوا بها واستشعروا بالطريق ديالها جايه. خرجوا عندها على غفله وقالوا ليها ما تحاوليش تطبقي داكشي اللي عندك في بالك، ما حنا الا فتنه. كنقولوا للانسان باللي راك غتشرك وتتبع هاد الطريق وما هياش. هاد الوقيته فينيس طلع ليها الدم بزاف، كيفاش اول مره راجل ولا بزاف د الرجال ما غيوافقوش عليها، كيفاش قدروا يصبروا ويقاوموا داك الجمال ديالها. هادشي خلاها تغضب بزاف، وحاولت تطبق عليهم تعويذه من التعويذات اللي تعلمتهم في ديك الفتره ديال السحر، وقالت ليهم نتوما ما الا شياطين منسله من جهنم باش تفليو الناس. ديك الوقيته قالوا ليها احنا ملائكه الله، ولكن خرقتي القوانين. في لحظه ما كيبقاش يبان ليها حتى حاجه من داكشي اللي كانت كتشوف، ولقات راسها نسعريانه بنفس ليزار اللي كانت لابسه، غير هو هاد المره في بلادها الاصليه اورو. هازار غيغضب بزاف وغيسولها فين هما الاسرار، علاش انا جبتك هنا، ياك دوزتي معاهم مده طويله، شنو اكتشفتي قبل ما توصلي لاوروك؟ هنا وصل معاها للحدود الاخيره. قالت ليها انا جوج اخطاء درتهم مع السحره اللي بحالك واللي كيحسبوا راسهم قويين اكثر من اي واحد. هو انني غلطت مع جوج ملائكه وماشي شياطين، كانوا هما هاروت او ماروت. والغلط الثاني هو فشيت دوك الاسرار وعلمت داك السحر لبزاف الناس.
حتى واحد النهار قدر واحد الساحر يرمي عليا لعنة وتنفات الروح ديالي في الكون، ولات واحد الكوكب. والسر ديالي في هاد القصة هي كوكب الزهرة أو فينيس، اللي كيرمزو ليها المنجمين والدجالين بكوكب الجمال، كوكب الحب، كوكب المال. هي الزهرة فينيس، ومن هنا جات القصة ديالها. والسر الآخر اللي غنقول لك هو أن هاد القصة هاروت وماروت اللي جات في القرآن عند المسلمين ما كانتش مذكورة كفاية، فقط أنهم ملائكة جاو باش يفتنوا الناس بالسحر ديالهم. أما في التوراة وفي الإنجيل فكانت القصة مكذوبة ومغلوطة بزاف، والسر ديالها هو هذا اللي حكيت لك. داكشي علاش قلت لك كتقرب خطوة بخطوة للموت كتر، لأنه الديانات الآخرين كذبوا على الناس وقالوا باللي هاروت وماروت هما ملائكة. وفاش الله قرر يخلق الإنسان، الملائكة قالت الله علاش غتخلق في الأرض اللي غيفسد فيها؟ فقال لهم الله إلا نزلتوا نتوما بنفس الصفات البشرية فانتوما براسكم تخطئوا. داكشي علاش نزلوا جوج الملائكة على شكل إنسان، وفاش داروا أخطاء كبيرة ما خص دار تلعنوا ولاو مع فئة الشياطين. ولا بغيت نقول لك بأنه هادشي كذوب وكذبوا على الناس في التوراة وفي الإنجيل. القصة اللي عطيتك هي سر من الأسرار الكون، قليل اللي كيعرفها. ما تنساش باللي وانا كنحكي معاك دابا وكنعمر لك راسك بهاد الأسرار كاملة، ولاو دابا 3 الشياطين على الأقل قراب ليك وكيشوفوا فيك بنظرة غضب، لأنهم تابعين لهادوك اللي بغاو يقتلوك، واللي تي دابا كتعرف عليهم بزاف د الحوايج، واللي تي قادر تتحداهم. ودابا قربتي شوية من السر الآخر اللي هو شكون غيقدر يقتلك. وعلاش قلتلك في الأول دخلتي معايا في متاهة ما كتخرجش، فغير خليك معايا وكمل، باقي بزاف د الحوايج اللي غيصدموك، اللي غيفرحوك واللي غيقلقوك.